بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. باذن الله النهارده هنعمل معاكم فيديو جديد. فيديو ايه يا ترى؟ فيديو هنعمل الصابون بتاع الكراتين اللي بيتباع في الدكاكين بتاع المواعين في قلب البيت وباسهل سهوله وباقل طريقه. المقادير بتاعتنا عباره عن ايه؟ معايا الجردل ده اعمل فيه ليه؟ لان البطاس لو انت عملت في حاجه ستانلس او الومنيوم لا ما ينفعش، لازم حاجه بلاستيك. فجردل كده ما تكونيش عايزاه تعملي فيه، وبرده معلقه مش عايزاها نعمل بيها. المقادير بتاعتنا ايه؟ دول 3 ازايز زيت يا جماعه من بتاع التموين. انتوا عارفين ازازه التموين 800 مللي او 750 جرام، هي كده. كل ازازه لها ربع كيلو بطاس، فانا معايا 3/4، كل ربع الواحده اهو. ركزوا معايا عشان المقادير. كل ازاز زيت من بتاع التموين لها ربع بطاس، فدول 3 ازايز زيت لهم 3 اكياس بطاس. مقاديرنا ايه تاني؟ رتل ميه عاديه، صابون سايل، خل، ليمون. شوفوا الليمون تكوني ناسيه في التلاجة. الليمون جايباه اصلا انت كده لان انت عارفه جايباه عشان هيتحط في الصابون، فاحنا بنحط ليمون في الصابون. بنحط ليمون في الصابون. ليه بنحط ليمون وخل؟ اولا الليمون بنحطه، الليمون ده هنضربه بقشره بحاله. ليه؟ القشر فيه مادة دي فوزلين طبيعي وجليسرين طبيعي للايدين، لان انتوا عارفين البطاس لو حطيناه لوحده بيبوظ الايد. فبدل ما تجيبي زي جليسرين من الصيدليه، شويه ليمون هيكونوا هيبوظوا عندك ومش عايزاهم، بنروح ماسكين الواحده شقينها 2، نفتحها 2 ونضرب في الخلاط بقشره بحاله. الفوزلين الطبيعي والجليسرين كله في قشر الليمون، وفي زيوت طياره بتخلي ريحه الصابون حلوه، وبرده الميه بتاعت الليمون بتنضف المواعين وبتحافظ على ايدينا. يعني حاجات كلها طبيعيه ومن قلب البيت. شويه ليمون مش عايزاهم اهو، هنمسكهم نضربهم في الخلاط ونصفيهم. لازم ما يبقاش اي حاجه ناعمه يا جماعه. شفت الطماطم اما بتيجي تطبخوا بقى وبتصفيها، احنا برضو هنصفي الليمون مره واتنين عشان يبقى سايل خالص، والزيت هنصفيه برضو عشان يبقى نضيف ما فيش في اي شوائب نهائي. ومعانا خل ومعانا صابون سائل ومعانا ميه. هي دي مقاديرنا مش اكتر من كده. بس انا عشان هزود ميه، لو انت حطيت الزيت بس البطاطس هيربط معاك وهيبقى زي الفل. بس انا عشان عايزه ازود الكميه شويه، عشان احنا القناه بتاعتنا اقتصاديه وعايزين نكبر الكميه. هنكبرها ازاي؟ هنزود رتل ميه. رتل الميه ده هنحط قصاده شويه دقيق، فانا هجيب الدقيق دلوقتي. وبرده الدقيق مش هشتريه، راح اجيب كيلو دقيق ب20 جنيه عشان اعمل بيه صابون. لا، ده احنا اصلا طحنين، والدقيق اللي انا هحطه على الصابون بيكون دقيق اسمر، يعني اخر درجه في الدقيق، دقيق اسمر خالص ما ينفعش الحاجه، ومش بنخبزه. فاحنا بنخليه نقع بالطيور، نقلب السمك، نعمل به الصابون لو احنا عايزين نضاعف كميه الصابون زي كده. وبما ان الزيت عاد غالي وما بنعملش الصابون الا كل فتره، فاحنا عشان نضاعف الكميه تكفينا فتره بنزود رتل الميه. وقصاد رتل الميه دي بنحط شويه دقيق، ربع كيلو، نص كيلو، معلقتين زي على حسب ما الدقيق بربط معاكي، اللي هو الصابون بربط معاكي. بنكمل بدقيق عشان نضاعف الكميه ونكبر الكميه. فهو دقيق اسمر خالص، انا مش محتاجاه بس هو عندي فانا هستفاد منه بدل ركنته. حبايب قلبي، احنا بنقطع ايه؟ الليمون بتاعنا عشان ايه نستخدمه اهو. الليمونه بقشرها بحلها. ليه؟ لان احنا هنصفيه، فاحنا بنعملها بحلها. بناخد الميه بتاع الليمون وروائح الجميله بتاعته، هخلص وهضربها في الخلاط وارجع لكم تاني عشان نصفيها ونشتغل بقى في الصابون معانا. خليكم معانا، فيديو جامد جامد. حبايبي شوف الدقيق اسمر خالص ازاي. دي الدقيق دي احنا بنخبزه لانه اسمر. شوف لدرجه ايه اسمر خالص. فاحنا بنخليه الحاجات اللي زي دي. يعني انا مش هشتري دقيق، مش هيكلفني حاجه. وده عصير الليمون احنا ضربناه، هنصفيه بقى. ليه؟ لان ما ينفعش ينزل في اي حاجه خشنه. بمصفى قديمه زي دي بتبقى مخصصه الحاجات للصابون. دي الشوايب او الخشنه اللي فيه ما بناخدهاش. ماشي، ركزوا معايا عشان تشوفوا المقادير يا جماعه. هنفض المصفى كويس عشان ايه؟ هنصفي برضو الزيت. المصفى اللي صفينا بقى الزيت، اللي صفينا بقى الليمون اهو. لازم دي زيت اكل مستعمل، بس انا صفيته مره قبل كده وبصفيه تاني قدامكم. زيت سمك، زيت بطاطس، زيت بتنجان، اي زيت يا جماعه. بتجمعي الكميه وبتعملي لو كل سنه مره، لو كل 6 شهور. انا حاطه كل حاجه قدامكم اهو. الخل بقى يا جماعه، كوبايه خل كده. الخل ده بيحافظ على الايدين وعلى نظافه المواعين.
كل الحاجات دي ننزل بقى في الوقت ده. يكون معايا معلقه خشب وبالراحه عشان البطاطس انتوا عارفين. ربنا يعافينا ويعافيكم. بسم الله وعلى بركه الله. كويس كده احنا نزلنا ب3 اكياس، على اساس كل ازازه من بتوع زيت التموين لها ايه ربع كيلو بطاطس. فاحنا هندوب. شوفوا ابتدى يسخن معايا اهون. لازم البطاطس دي شايفين حبيبات ازاي ما يبقاش له اي اثر. انزل بالريتل ميه. كل حاجه عملوا قدامكم اهون. وبعد ما ندوب البطاطس لازم ندار وشنا بعيد عشان بيبقى له بخ كده يا جماعه، غلط على الوش والبشره والحاجات دي. بمعلقه خشب زي دي كده او ايد مقشه وحته عصايه اي حاجه. هو كده بدل انا حطيت ميه. الاصل في عمايل الصابون ان انت ما تحطش ميه، انما لو هتضيفي ميه لها حل، بنحط دقيق. انا بحط ميه عشان ازود الكميه شويه ان هي تكفيني فتره، انما لو هيبقى زيت وبطاس بس هيربط ويبقى جميل. بس انا ما عنديش زيت كتير يكفي، انا حطيت ايه زودت ميه هنربط بالدقيق وهيبقى صابون وجميل وكل حاجه. كده بقى ايه الصابون بقى هنحطه. الصابون ده بنحطه عشان نعلي الرغوه وبرده نحافظ على ايدينا لان انتوا عارفين البطاطس حامض. ننزل بقى بصابون سايل عادي، سايل من بتاع المحلات العاديه اهو. بتاع سخن والبخ ابتدى يطلع البخار بتاعه اهو. يعني حطينا رتل صابون ورتل ميه، 3 ازايز زيت بتاع التموين، 3/4 بطاطس، كوبايه خل او مج خل، وحطينا برده شويه عصير ليمون محترمين، نص كيلو عصير تضربوه تحطيه. كل الحاجات ده هتلاقيها وهتبقى جميله اهو. شايفين ابتدى يبقى معانا صابون اهو. بس لسه بقى كل حاجه انا ضفتها معاكم عملي قدامكم اهو. دول شويه صابون كانوا باقيين في ارضيه الجردل او الجركن اهو. وبالراحه وانت بتقلبي وبتدوبي عشان مفيش حاجه تيجي على وشك. وابعدي وشي بعيد في الاتجاه التاني. وطبعا لازم نصفي الزيت كويس ونصفي الليمون كويس، اي حاجه تانية تتصفى ليش عشان يبقى كده ناعم. ابتدى يبقى اهو شايفين ابتدى يبقى فيه صابون اهو كده. ما عادش ليه الا مرحله واحده اللي هي اضافه الايه الدقيق. فصلت شويه ليه لان التدويب ده بياخد وقت، فانا فصلت عشان برضو الفيديو ما يطولش عليكم. بس انا زي ما انا بقى الحاجات كلها حطيتها عملي قدامكم وخلاص. هو ابتدى يتقل معايا، فعشان ناخد القوام المطلوب ويبقى تقل معايا عشان ان انا ضفت ميه وضفت صابون سائل هنحط ايه دقيق. ده دقيق اسمر اهو يا جماعه، ما بنستعملوش في حاجه الا في الحاجات اللي زي دي. وبالراحه بقى عشان ما يكتلش كده بحط حبه بحبه وبدوب لحد ما يلف معايا. فانا خدت الكميه اللي انا عايزاها بقى خلاص، بس هقلب بالراحه لحد ايه ما يلف معايا. هفصل برضه عشان التقليب دي بنقلب واحده بواحده اكنك بتعمل. احنا بقى في المرحله دي نضرب بسرعه عشان ايه نفك التكتلات دي، ان الدقيق وارد حتى لو انت بتعملي بشاميل وارد ان الدقيق يكتل منه. احنا بالايد في المعلقه الخشب كده واول هو لف معايا بس بقى عشان نشيل التكتلات دي. انا الاول كنت بعمل بالراحه عشان ما يترتش على وشنا، انما دلوقتي خلاص هو لف معايا والقوام تقيل اهو. انا شلت تكتلات بس ونصبه خلاص، هو ما عادش له حاجه الا اي تكتلات فيها نشيلها وبعدين نصب بقى الخليط. دي صينيه عندي اهي انا فردت عليها اكياس. دي كيس بتاع العيش، كيس بتاع اللي استعملتها ومش عايزاها بس تكون نظيفه. بنفتح الكيس كده طبعا شايفين دول كيسين 2 انا فردتهم على الصينيه اهو يا جماعه. نصب بقى الخليط بتاعنا. شايفين الخليط
بسم الله ما شاء الله. شوف الصابون بتاعنا بسم الله ما شاء الله اهو. دليل ان الصابون حلو انه ما عملش زيت على الوش. لو عمل زيت على الوش او الزيت اتطرد على الوش يبقى كده الصابون مش حلو. سباتيولا زي دي كده ونروح ايه مسويين وش الصابون ونوزعه عشان ما تبقاش حته عاليه وحته واطيه، يبقى كله ايه لما تيجي تقطعيه يبقى كله قد بعضه. احنا ايه بنسويه بس وبنسيبه بقى في المرحله دي، بتسيبيه يومين 3 4 ينشف معاكي. وبعد كده بيكون عندك اي حاجه بقى، علبه من بتوع التلاجة بترصيه فيها وتحطيه في ضلفه من بتوع المطبخ، كرتونه، صندوق بتاع اي صندوق فاضي، اي حاجه تحطي فيها الصابون بتاعنا ده. وكده بقى انا هفصل معاكم لحد ما الصابون بتاعنا ينشف وارجع لكم تاني اوريكم شكله. كده يا حبايب قلبي بقى ايه، احنا لسه بقى النهارده اول يوم للصابون مسبتهوش، احنا هنقطعه طري لان انت اما بتسيبيه لحد ما ينشف خالص الصابونه بتخشب معاكي بتقص بقى بيكون اشتغل فيه ولحد الصابونه تنشف. فاحنا بنقطعه وهو طري وبعدين بقى بنشوف كرتونه شوف بنقطعه ازاي. التقطيعه اللي انت عايزاها بقى دي في ايدك انت، كبيره صغيره ده حاجه ترجع، بس هو يبقى حاجه في البيت. يعني حته الصابونه الصغيره على ب5 جنيه، وانت اصلا كده كده بيبقى منك بواقي زيت بتاع الزيت المحروق ده، بدل ما نرميه. كانت الناس الاول بترميه، بس بقى توفري وتدبري كده ونعمل صابون. كده قطعناها بالطول هنقطعها بالعرض برضو. وبرضو لو انت عايزه تعملي فيها شكل زي بتاع المحلات اقولك هتعمليها ازاي. قطعناه كوبايه زي دي كده بكعب الكوبايه وبروح ضاغطين. لو انت عايزه تديلها مثلا ختم زي الختم اللي على الصابونه او شكل زي الشكل اللي على الصابونه بتاع الايه الدكان اهو، مج او كوبايه بتاع الشاي، بروح ايه ضاغطين كده تديكي شكل جميل اهو. هعمل كله بقى كده يا حبايبي. كرتونه زي دي كده او صندوق او علبه بلاستيك او كرتونه فاضيه او حاجه، بنروح ايه رصين فيها الصابون واحده جنب واحده كده، تحطي جنبك على الرخامه في اوضه فاضيه، إيه على اي في مكان فاضي فيكي ضلفه بتوع المطبخ تروح حطاهم وتقعدي تستعملي منها بقى. احنا هنعبيه. احنا دي الكرتونه بتاعتنا عملنا طبقه اهون، وطبعا الصابون طري انا ما سبتوش لما نشف ليه عشان بقطعه بروح معبيه وهو طري. بس انا بعبيه طري ليه؟ لو انت هتحطيه في حاجه ضيقه بصبره عما بينشف، بروح اصبر عما ينشف. انما دلوقتي هو طري فانا هعمل انا حطاه حته جنب حته اهو مرصوص في الكرتونه. شايفين الجمال والحلاوه دي الكيسه اللي كانت فرشينها في ارضيه الصينيه هفرشها برضو، لان بين كل طبقه وطبقه بنعمل ايه بنفرش. تفرشي ورقه كرتونه، تفرشي كيسه، ما بتخليش الصابون يلزق في بعضه اهو زي ما بتجيبي من المحلات بالظبط. من جبت كرتونه بتلاقي فيه كيسه في نص الكرتون بتبقى زي عازل كده. شايفين الصابون بتاعنا جميل ازاي؟ دي الكيسه لازقه فيها، شايفين الصابون؟ شايفين قطعه الصابون قد ايه؟ وبيرغي بقى ما عندكيش فكر عشان الليمون والخل والبريلا او الصابون السائل اللي احنا حاطينه صابون اهو. شايفين قطعه الصابون؟ انت بتجيب الحته دي اصغر من دي ب5 جنيه اهو. الرص الكرتونه بالرص حته جنب حته، وتسيبي بقى في مكان مفتوح. في الاول بتسيبيه جنبك على الرخامه اهو ينشف بقى والصابونه بتعضم وتبقى جميل. لو لقيت حته كيسه لازقه اللي احنا كنا حاطينه في ارضيه الصينيه اهو بتروحي شايلاه وانت بترصي اهو. شايفين عملنا كميه قد ايه من ايه؟ 3 رتل زيت، 3 ازاز زيت يا جماعه او 3 رتل. هو كل رتل له ربع كيلو بطاس. بنعيد تاني المقادير اللي ما كانش معانا من اول الفيديو اهو. ولو لقينا حته كيسه لازقه في الارضيه برده بنشيلها. شايفين اللون التحفه بتاع الصابون اهو. وبرده اديتك شكل الكوبايه لو انت حابه تعملي فيها شكل كده من النص. انا عملت 1 2 3 كده عشان اوريلكم اللي فكره برده. لو انت عايزاه زي بتاع المحلات وفيه صابونه مختومه او فيها طبعه من النص، بتروحي جايه الكوبايه او كعب مج وتروحي ايه طبعه هتبقى اكيد جايباها من المحلات بالظبط. نعيد تاني اللي ما كانش معانا من اول فيديو. رتل زيت محروق، زيت بطاطس، زيت بتنجان، زيت سمك، ايا كان، عليه ربع كيلو بطاس، عليه 3 4 ليمونات. ولو عايزه تحط ربع كيلو ليمون عادي تضربيه بقشره
تاخدي الزيت اللي فيه وتاخدي الريحه بتاعته. كل دي ماده جليسرين طبيعيه وبيعقوا الرغوه وبينضف. مش متخيله بقى لما يكون في صابون في خل وفي ليمون بيلمع ازاي المواعين وجميل. لو في غساله عاديه وبتغسلي فيها هدوم بتروح حاطه حته تقطعيها بتبشريها. لو المواعين بتغسلي، لو في بقعه في الهدوم بتغسلي كل حاجه جميل. دي طريقه الصابون. بتحطي شويه صابون سائل او شويه بريل، وبتحطي كوبايه خل. دي كله بيديكي. وفي الاخر لو انت عايزه تزودي الكميه تحت زي كده، لو انت عايزه يربط وما تزوديش وعادي انت متوفر عندك الزيت على طول، مش هتحطي دقيق. انما انا حطيت ميه وعملت ماده الربط اللي هي الدقيق عشان ازود الكميه شويه عشان يكفيني فتره. فزي ما انتم شايفين دي طريقه الصابون. حته بقى كبيره صغيره زي ما انت عايز. شايفين الصابون وجماله. اللي حابب يعرف الطريقه يدخل على قناتنا على اليوتيوب، هيشوف الفيديو من الاول للاخر. ويا ريت ما تنسوناش في الدعم واللايك والاشتراك. وده حبايب قلبي هي دي بقى ايه، ده فيديونا النهارده. شايفين بسم الله ما شاء الله عملنا اكبر كميه صابون من 3/4 كيلو بوتاص و3 ازايز زيت ونص كيلو ليمون كان بايظ وانتوا شايفينه، ومج كبير خل، وربطنا وحطينا رتل ميه وربطنا بالماده الرابطه اللي هو دي. والدقيق كان بايظ عندي، كان دقيق اسمر وغايب انا ما اشتريتوش. فكل حاجه لو شويه ليمون بايظين شويه دقيق برضه هيسوسهم. عملنا اكبر كميه صابون. وده كان فيديونا النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم ونال على اعجابكم. اتمنى تكون طلعتوا ولو بمعلومه بسيطه. ويا ريت اللي يعجبه الفيديو بتاعنا يحط لنا اللايك الجميل والكومنت الحلو والسبسكرايب ويوصلكم كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.